الكف عن الأذى، لأن أذية الخلق تطمس نور القلب. مفيش حد مؤذي مفتري على خلق الله قلبه منور، لأن قلبه لو نور هيرحم الخلق. شوف رب العالمين في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. مش عشان بيصلي يفتري على خلق الله، ولم يستطل بها على خلقي، ورحم الأرملة والمسكين. فكل ما كنت رحيما كلما استطاع قلبك إنه يفهم عن ربنا ويسمع رسائل ربنا ويلقط المخاطبات اللي بيخاطبك بيها والإشارات اللي بتبقى هادية لك على الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايه لكم بفيديو جديد. قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي حابة ارحب بكل الناس اللي دخلت القناة جديد، بجد بجد اشتركوا على راسي من فوق. وطبعا برحب بالامارات اللي معايا من قبل كده مكملين بلايكاتهم وكومنتاتهم، بجد ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي العمر كله، اللهم امين. بصوا بقى البهدله، وبصوا الدنيا عامله عندي ازاي، متشقلبه كده ومتلخبطه، فقلت كده اظبطها معاكم. هعمل معاكم الريسبشن دلوقتي، وممكن كمان هعمل معاكم الغرفتين جوه. فادعوا لي بقى يا بنات كده، هو فيديو قمر كده هيشجعك. تعالوا بقى اوريكم المنظر بالليل بيبقى عامل ازاي هنا عندي. بصوا دلوقتي الساعه 9:30 بالليل. بصوا بقى، واو، بصوا الدنيا هاديه كده والانوار والجو الرائع ده والخضره. انا يا بنات من عشاق الخضره، بجد بحب جدا جدا الورد والزرع والخضار، ده بيبقى حلو جدا بالنسبه لي. بصوا، ما ملكوش دعوه بالبنطلون اللي محطوط على هنا دوت، يعني عادي كأنكم ما شفتوهوش. بصوا بجد بجد يا بنات، من اجمل الحاجات ان انتي تعملي كده مكان ترتاحي فيه نفسيا، مكان كده بجد بجد ياخدك كده في عالم تاني. فلو عندك بلكونه، خساره جدا جدا ان انت تهملي فيها وان انت تفضلي كده ركناها وتعمليها بس مجرد ان انت تخشي تغسلي تنشري فيها وخلاص. لا، مرفوض ابدا ان انت تعملي كده. بصي، هاتي كده بلكونتك وشوفي محتاجه ايه وظبطيها بجد واقعدي فيها. بجد البلكونات دي نعمه، دي نعمه بجد والله العظيم يا بنات، ربنا اداها لنا، فلازم ان احنا نهتم بيها كده ونشوف هنظبطها ازاي عشان يعني نقضي فيها يومنا. يلا بقى يا بنات على المعركه بتاعتي اللي جوه. زي ما انتم شايفين، مش عارفه اقول ايه والله، بجد انا مش لاقي كلام يوصف اللي انا فيه. ادعوا لي يا بنات، ادعوا لي. يلا بقى نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. وهنا بقى كنت ثبتت الكاميرا كده وقلت احط الصوت على الفيديو عشان اعرف كده اتكلم معاكم، وعشان اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا، وان انا بجد مبسوطه جدا جدا بالاشتراكات اللي جت والكومنتات واللايكات وكل الحاجات القمر اللي انتوا فرحتوا قلبي بيها ديت. بجد ربنا يخليكم ليا يا رب. بحبكم جدا يا بنات والله العظيم، ومبسوطه جدا جدا الفتره دي، بالرغم ان انا تعبانه جدا جدا برضو الفتره دي. عايزه اقول لكم ان انا تقريبا ما بنامش كل يوم لازم اصور ومنتج وارفع على يوتيوب الفيديو بتاعي. فكل الحاجات دي بجد بتبقى متعبه جدا جدا ومرهقه بالنسبه لي، بس بقول مش مشكله، لان الحمد لله انا لاقيه نتيجه، وحاسه ان الحمد لله انا ماشيه في طريقي الصح. عايزه اقول لكم كمان ان بصوا، لو فينا يعني لو هتعملي حاجه وبجد بتكون يعني تعب جدا وبتكون مجهود عليكي وبجد ما بتقدريش ان انت تعمليها، بس لما بتشوفي النتيجه بتكوني مبسوطه، بتحسي ان انت بتعملي الحاجه دي وانت مبسوطه. انا بقى حاسه الاحساس ده يا بنات، يعني انا مبسوطه لان الحمد لله حاسه ان القناه بتترفع، حاسه ان الاشتراكات بتزيد يعني ما شاء الله، حاسه ان المشاهدات بتزيد برضو. فكل الحاجات دي بسطاني، فحاسه ان التعب اللي انا بتعبه في مقابل قصاده. فكل الحاجات دي بسطاني جدا جدا، ومستعديه اتعب يعني قد التعب ده مليون مره، ما دام الحمد لله رب العالمين حلمي بيتحقق والدنيا بتتظبط معايا. فبجد يا بنات انا بجد والله العظيم مش عارفه اشكركم ازاي، انا مش عارفه اقول لكم ايه ولا اشارككم. بصوا انا عايزه اشارككم فرحتي، بجد انا مبسوطه جدا جدا، مبسوطه بالناس الامارات اللي دخلت. بجد عايزه اقول لكم كمان اني والله يعني لو اقول لكم اني زي ما يكون كده ربنا بيختار لي ناس معينه تدخل القناه، انتم مش هتصدقوا. بجد دي فعلا حقيقه، بحس كده ان ربنا بيختار الناس المحترمه، الناس اللي قلوبها طيبه، الناس الكويسه، الناس اللي حبالي الخير وتدخل وتشاهد وتبقى مبسوطه كده زي ما يكون القناه دي بتاعتها هي. بجد انا مش عارفه اقول لكم ايه، بشوف كده كومنتات تشجيعات مش قادره اقول لكم، يعني مفيش حد بيحبطني، مفيش حد بيقول لي كومنت بيضايقني بيه خالص خالص يا بنات والله العظيم. حتى اللي بيبقى ليهم مثلا ملاحظات عليا او مثلا بينقدوني في حاجه معينه،
بكل احترام بكل احترام بكل احترام. انتوا امارات امارات امارات، وانا بعشقكم والله العظيم. بصوا بقى انا عماله ارغي ارغي ارغي، وانتوا عارفين انا رغايه، انا مش عايزه اطول معاكم في الرغي، انا عايزه اتكلم في الفيديو نفسه. الفيديو ده قمر جدا على فكره. بس قبل اي حاجه، ده مش الفيديو اللي هو بتاع تنظيفات العيد، لا خالص. ده دوت كده. بصوا الدنيا كانت متشقلبه وكانت متلخبطه، وكنت جايبه للولاد ماكو كده، وكانوا واكلين بقى على الارض ومزلوطين الدنيا كده وملخبطين الدنيا. فانا كنت كسلانه جدا على فكره، وتقريبا ما كنتش هنزل بفيديو النهارده. بس قلت لا، ما دام الحياه الحمد لله رب العالمين بتتظبط معايا كده والقناه بتترفع، لا بلاش ان انت تضيعي برضو مجهود اللي عدى دوت. كملي، اي نعم في تعب وفي كل حاجه، بس لا مفيش مشكله. فعشان كده قلت بقى افتح الكاميرا واقوم كده اظبط معاكم الريسبشن وانضفه. بس هو روتين حلو جدا جدا، هيشجعك وهيخليكي تقومي. بصوا عايزه اقول لكم كمان على حاجه، مش معنى ان الحمد لله انا قناتي بتكبر او مشاهدات بتزيد او بيجيلك لايكات وكومنتات ان انا كده خلاص بقى مش عايزه منكم حاجه اكتر من كده، لا خالص طبعا. انا عايزه اشجعك، عايزه بجد احس ان انا بعمل حاجه مفيده، عايزه كده ان انت توعديني وتقومي دلوقتي تشوفي بجد ايه اللي في بيتك متلخبط ومش نضيف، وتقومي وتنضفيه. بصوا يا بنات، انا واجبي ان انا اخليكي كده قمر في بيتك، ان انا كده واجبي اخلي اي حد يدخل بيتك يقول الست دي بجد ست نضيفه وست بجد بجد يعني ما شفناش في نظافتها. ده اللي انا عايزاه، ده بجد النجاح اللي انا بجد هاخده منكم. فعشان كده اوعدوني ان انتوا اي حد يشوف الفيديو ده يقوم يشوف ايه اللي مش متبهدل، ايه اللي متبهدل، ايه اللي مش متبهدل عنده، لا ايه اللي متبهدل عنده، ويقوم ينضفه حالا حالا حالا. ما تكسلوش يا بنات. بصوا والله ما فيش. بصي لو انت مثلا قفلتي الفيديو قلتي لا ما انا بكره هنضف، خليها كمان شويه، مش هتعملي حاجه. عشان تنضفي وعشان تحسي كده ان انت بتنجزي في يومك، وقتها اقفلي الفيديو، ما تحطيش يا ستي، ما تكمليش الفيديو، قومي كده نضفي وظبطي وبعد كده كملي الفيديو. شفتي انا بطلب منك ايه كمان؟ بجد انا نفسي اشوفك احسن حد في الدنيا، نفسي كده كل المتابعين اللي عندي قناتي بجد يعني اللي في قناتي، نفسي بجد بجد يكونوا يعني كل حاجة بيعملوها صح، بجد يكونوا كده مبسوطين، وكل حاجة في حياتهم الحمد لله رب العالمين راضيين عنها، والحياة تمام وشقتهم نظيفة ودنيتهم حلوة. بجد يا بنات والله العظيم دي حاجة هتبسطني جدا جدا، وحاجة كده هتخليني احس ان انا الحمد لله ربنا كده يعني جعلني سبب ان انا ابسطكم واسعدكم واخليكم كده ان انتم مبسوطين في بيوتكم. بحبكم جدا جدا وربنا يخليكم ليا، وانا عارفة ان رغاية وان انتوا هتلغوا السبسكرايب دلوقتي من كتر الرغي اللي انا برغيه. بس بجد بفرح جدا كمان لما حد بيغيب عليا فترة طويلة من متابعيني ويرجع لي برضو. بص هو بياخد لفته كده في اليوتيوب ويرجع لي تاني. ومنهم ام سهيب بعتلي كومنت دلوقتي، على فكره الكومنت ظهر قدامي وانا بمنتج، بعتلي بتقولي يعني انا غبت، بغيب وبرضه برجع لك تاني. فبجد متشكره جدا، انت فعلا من الناس الامارات اللي انا بحبها جدا جدا وبحترمها. بجد ربنا يخليكي ليا يا رب. وبجد ببسط جدا يا بنات، انا مش بزعل لما حد مثلا يقعد فتره ما يشوفش القناه بتاعتي، لا بالعكس، لما بيرجع لي تاني بحس ان انا يعني ان انا كده سبت علامه عنده، فاكيد بيرجع لي تاني. فكل الحاجات دي بتبسطني جدا جدا وبتشجعني. بصوا بقى يا بنات، نتكلم بقى في الفيديو شويه عشان النهارده الفيديو طويل طويل طويل. للناس طبعا اللي بتقولي لا الفيديو صغير، ومنهم علا طبعا دايما تقولي يا هبه الفيديو صغير، يا هبه طولي الفيديو شويه. نص ساعه الفيديو معاكي اهو، اشبعي مني زي ما انت عايزه. وبجد متشكره جدا لما بحط اي بوست كده على المنتدى وبلاقي ناس كتير جدا بتشكر يعني فيا، او بمعنى اصح بتقولي يعني كلام حلو كده، فبجد بيبسطني جدا جدا. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي، اللهم امين. بصوا بقى عشان انا مش عايزه اتكلم غير في الفيديو، ومحدش يخليني اتكلم الا في الفيديو. دخلت كده بقى ايه يعني، انا تقريبا خلصت الريسبشن، يعني هو تقريبا انا خلصته. بصوا بجد يا بنات، دخلت بقى هنا انا بصوا كنت بعمل كل اللي انا عملته ده كان بالديتول في البخاخ. لما جيت بقى عشان استعمل على الزرع حبيت ان انا احط اللي هو داوني، بيدي ريحه حلوه جدا جدا، وخصوصا بحب يعني ابخه كده او ارشه على الزرع، بجد بيديله ريحه حلوه قوي قوي بصراحه. فبدات كده انا بخيت على الزرع بتاعي، وجبت بقى الجردل بتاعي كده والشرشوبه، وبدات ان انا امسح ايه الريسبشن كويس جدا. بصوا
زي ما قلت لكم هو مش الفيديو بتاع تنظيفات العيد، بس في نفس الوقت انا برضو كنت حريصه ان انا اعمل حاجه حلوه وانظف واظبط. ما ينفعش الكروت، انا ما بحبش الكروته عامه. والله العظيم يا بنات انا لو فيها تعب الدنيا وهعمل حاجه يعملها صح يا ما اعملهاش. ما اعرفش الكروت، ما اعرفش خالص الملم كده وخلاص، لا ما اعرفش اكنس وما امسحش، دي فيا فعلا. يعني بصوا انا لو كنست بس وما مسحتش بحس ان انا ما عملتش حاجه. مش عارفه انتوا زيي ولا لا، انزلوا برضه قولوا لي في الكومنتات انتوا زيي ولا انا اللي مروشه يعني ولا ايه بالظبط. بصوا بقى بدات ان انا كده اعمل بالشرشوبه ورجعت الزرع مكانه عادي خالص كده زي ما انتوا شايفين. فالفيديو حلو جدا جدا، هيشجعك ان شاء الله، هيخليكي دلوقتي تقومي كده تشقلبي الدنيا عندك وتقومي تشوفي ايه اللي مش نضيف عندك وتعمليه. اوعديني كده ان بعد ما تقفلي الفيديو ان شاء الله وتحطي اللايك والكومنت بتوعك القمر ان انت هتقومي بقى كده وتشوفي البيت عندك محتاج ايه. وعايزه اقول لك ان انت في وقتها، اصل انت بصي ممكن تقولي لا خلاص انا بكره ان شاء الله هعمل زي هبه، هنضف الريسبشن، هنفض الاوضه، هعمل الحاجات دي. لا، قومي في وقتها واعملي. بصوا بقى يا بنات عايزاكم هنا تركزوا معايا كويس جدا عشان عايزه اخد رايكم في حاجه. تمام. بصوا هو النهارده انا طبعا ما بعملش مش تنظيفات العيد، يعني الروتين اللي بعمله النهارده ده مش للعيد. تمام كده، انا بس بلم الدنيا كده معاكم. هو اي نعم طبعا يعني نظفتي نظفتي تخليني اعمل اكتر من كده، وانا عارفه ان انا انجزت في الفيديو ده وعملت حاجات كتير، بس يعني ده العادي بتاعي يعني. انا طبعا بهزر معاكم. بصوا يا بنات بجد ركزوا معايا بقى كده شويه عشان بجد عايزه اخد رايكم في حاجه. انا لسه ما عملتش التنظيفات بتاعه العيد للريسبشن. تمام كده. اول حاجه زي ما انتم عارفين انا عامله ديكورات وهركبها هنا. تمام، هركبها هنا. بصوا بقى بالنسبه للركنه بتاعتي الانتريه سموها زي ما انتم عايزين عشان انا مش فاهمه لها حاجه اصلا. بصوا هي عباره عن ايه يا بنات؟ بصوا هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الكنبه ديت، شايفين حرف ال دي منفصل عندي عشان نبقى بس ايه فاهمين. معاها بوفين، ادي بوف ما بلاقيلهوش اصلا مكان فبركنه على جنب كده، ما بستفادش بيه من الاخر. وكرسي تمام كده، وفي بوف تاني اهو. تمام كده، ركزوا معايا بس عشان تبقوا ايه مصحصحين كده معايا. يبقى فيها بوفين، وفيها الكنبه الحرف ال وفيها كرسي. تمام كده. بصوا بقى انا عايزه اعمل ايه. انا عايزاكم تقولوا لي ممكن انظم الركنه بتاعتي دي ازاي، عشان انا بصراحه بحط البوف ده هنا وبركن البوف ده زي ما انتم شايفين كده، وبحط الكرسي هنا. بس حاسه ان انا مش مستغليه البوف ده خالص، وفي نفس الوقت يعني خلاص زهقت وعايزه اجدد. فانا فكرت ان انا ممكن اعمل بطريقه مختلفه اللي هي بقى ايه. بصوا كده انا هشارككم معايا، عجبكم تمام، ما عجبكوش برضو انتوا قولوا لي في الكومنتات انا ممكن اظبطها ازاي. عايزه بصوا يعني ازق كل الكنبه دي كده لحد الاخر. تمام، وهحط البوفين دول هنا كحرف برضو ال كده، انتوا معايا. وهاجي بالكرسي ده هحطه هنا. انا مش عارفه انا كده صح ولا لا، بس برضو عايزه رايكم في الكومنتات قولوا لي اعمل ايه. هفتح الباب عشان طبعا الباب بيخبط وهرجع لكم تاني. بصوا بقى يا بنات هستنى بجد رايكم في الكومنتات تقولوا لي اعمل ايه في الركنه بتاعتي دي، لاني فعلا محتاره جدا فيها، وبصراحه زهقت جدا من وضعها دوت. ولما قلتوا لي حطيها تحت عند البلكونه حطيتها، بس ما كنتش مرتاحه. هي شكلا حلوه للناس اللي لسه داخله القناه، بس هو المفروض ان انا كنت جايبه الركنه عند البلكونه والسفره تحت البار اللي هو بتاع المطبخ. لا بس انا التلفزيون الشاشه في الحيطه اللي هي في وش الحيطه اللي هي في وش الركنه. تمام، فما كانش ينفع ان انا احطها عند البلكونه. فعشان كده بصراحه رجعتها مكان لاني ما كنتش مرتاحه. فبجد يا بنات محتاجه جدا جدا رايكم ان انتوا تشاركوني بيه ان انا اعمل ايه في الركنه واحطها ازاي. فبجد محتاجه بقى ان انتوا كده تنزلوا زي الامارات كده في الكومنتات تقولوا لي يا هبه اظبطها ازاي او ارتبها ازاي عشان استغل كل حاجه فيها، وفي نفس الوقت تبقى شكل كده جديد ومختلف عن اللي انا كنت بعمله دايما، وفي نفس الوقت كده احس ان انا مرتاحه لها. فبجد محتاجه جدا جدا رايكم تشاركوني بيه وتقولوا لي اعمل ايه، وهجرب معاكم. يعني لو جالي حتى اكتر من راي، يعني لو حد قال لي مثلا حطي كذا مكان كذا والكلام ده كله، انا هجرب كله، وفي الاخر برضو كلنا هنستقر على الشكل النهائي. فانزلي بقى كده في الكومنتات قولي لي اعمل ايه في الركنه بتاعت القمر دي اللي محيراني من ساعه ما جبتها اصلا وهي محيراني. عايزه اقول لك ليه هي مش مظبوطه في الجنب ده، عشان خاطر هي اصلا يعني انا لما كنت عاملاها عموله لما اتجوزت كنت عاملاها تحت عند البلكونه، فهي اصلا رسمتها
جنب البلكونه. فانا لما جبتها الناحيه دي فحاسه كده ان هي لخبطت معايا. فبجد بجد بجد اوعي تنسي، اوعي تنسي، انزلي بقى كده قولي لي اعملها ازاي. بصوا بقى المنظر، بصوا يا بنات النظافه جميله ازاي، النظافه حلوه والله العظيم. النظافه كده بتخليكي قاعده مرتاحه يا ونفسيتك زي الفل. انا كده لما بحس بجد بجد ان شقتي نظيفه، عايزه اقول لكم والله والله ان الفيديو ده اتصور يعني حوالي كانت الساعه كام انا مش فاكره بصراحه، بس انا بدات من وخري قوي، يعني بدات من بعد العشاء تقريبا، من بعد العشاء. بس قعدت بقى فتره طويله اصور، يعني عقبال ما صورت الريسبشن وغرفة الولاد ودخلت على المطبخ، انا تقريبا خلصت فوق يعني حوالي الساعة 1 وحاجة او 2 والله. بس زي ما قلت لكم انا مبسوطة عشان معاكم، مبسوطة عشان انتوا بتشجعوني. على فكرة انتوا اللي بتشجعوني، يعني انتوا اصلا بتفيدوني والله، لاني انا بتشجع بيكم. على فكرة انا زيكم كسلية جدا جدا وبكسل. عايزة اقول لكم كمان والله انا مش عارفة انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده ولا لا، بس بما ان الفيديو طويل فانا هتكلم معاكم واحكي بقى وفضفض والكلام ده كله. عايزه اقول لكم ان اول ما اتجوزت بجد دي فعلا حصلت لي، واكيد اكيد لو في بنوتات لسه متجوزين جداد يعني اكيد اكيد هيبقوا زيي. بصوا بقى يا بنات كنت بعمل ايه، كنت اشرب كوبايه واسيبها، كان جوزي يشرب ويسيبها، احنا الاتنين نشرب ونسيب، كوبايه على كوبايه طبق على طبق. ما بقتش الاقي احس كده ان عايزه اشرب ميه مش لاقي كوبايه اشرب فيها، عايزه اشرب حاجه مش لاقيه الكوبايه. انتوا معايا؟ فجيت كده فكرت بيني وبين نفسي، طب انا هفضل سايبه كل الدنيا متلخبطه كده حواليا؟ طب مين هيغسل الكوبايات دي؟ طب مين هيغسل الاطباق دي؟ ما هو مفيش غيري فانا لازم هقوم. فبجد يعني شفتوا انا كنت بعاني ازاي في اول جوازي. دلوقتي لا خلاص انا عرفت بقى ان الدنيا، بصوا قبل ما تفضى بكون غسلاها والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فاي حد بيكون لسه متجوز جديد يعني بيبقى لسه ما تعودش على الحياه اللي هو المفروض هيعيشها، بقى ان انت تكنسي وتمسحي وتطبخي وتروقي وتنظفي وتحمي وتذاكري وتلبسي. اي ام عارفه الموضوع ده يا بنات. الجواز مش هنا بس، الجواز مش هنا بس، دي الناس اللي هي عايزه بقى ايه، اتجوزوا وان شاء الله كده ربنا هيكرمكم وهتشتغلوا وهتعملوا كل حاجه في البيت. بس ما تجيش تقولوا لي ايه بقى، يا هبه ده احنا تعبنا، يا هبه ده احنا بنعمل. هو ده الجواز على فكره، هو ده الجواز، هتعملي فمفيش مفر، مفيش حد هيجي يعمل لك، فانت اللي هتقومي. فمن اول يوم كده اتجدعاني كده وخليكي نشيطه وقومي ظبطي شقتك وروقي وامسحي وكنسي. تمام. لا والله العظيم انا مش بقول لكم عشان بس تكتئبوا ولا حاجه، لا بس انا بفضفض معاكم او بقول لكم ان الحياه هتمشي ازاي. انا بقول لكم بس الاحداث هتمشي ازاي عشان خاطر ايه ما تتصدميش في الاخر. تمام. بصوا بقى دخلت كمان على الطرقه كده وقلت اخدها معايا. بصوا يا بنات الروتين ده كان نشيط جدا جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، هي الحاجه الوحيده بصراحه اللي كانت متبهدله عندي هو الريسبشن. لكن طبعا اوضه النوم دلوقتي هدخلها معاكم بتاعه الولاد زي الفل اصلا، يا دوبك بس كده نظفت السراير وظبطتها. والله يا بنات احنا لو كل يوم نعمل اللي انا عملته ده صدقيني هتكوني انضف ست، هتكون شقتك دايما بتبرق ونظيفه، كل اللي هيدخل بيتك هيحلف بنظافتك وشطارتك. بس انا ما بعملش كده عامه، يعني ما تفتكروش ان انا خلاص هيرو بقى وكل يوم بعمل، لا انا بجد بجد بصوا بيجي عليا وقت والله، لا مش بكدب عليكم، لما بيجي عليا وقت بكون عايزه احافظ على شقتي بعمل كده. يعني بعمل كل يوم بقول لنفسي لا، ما انا لو سبت الاوضه النهارده متبهدله وسبت بهدلت بكره على بهدلت بعده هلاقي الدنيا عندي يعني توسخت جدا جدا وانا اللي هتعب في الاخر. لكن لو لميتها النهارده ولميتها بكره الحياه هتمشي والحياه هتبقى يعني متظبطه معايا. بصوا زي كده يعني انا دخلت على الاوضه اهي، انتوا شفتوا الفيديو بتاعها كانت تمام. عايزه اقول لكم ان من ساعه ما نزلت الفيديو بصراحه انا ما عملتش فيها حاجه، بس كنت محافظه عليها. هو يوم واحد اللي انا يعني غبت عنهم شويه كده في المطبخ، شويه صغيرين يعني ما كملتش بالظبط نص ساعه. رجعت لقيت المهرجان ده ليه بقى، بيقعدوا يتنططوا. انا عندي المراتب سوست، بيقعدوا ينطوا زي اللي هو النطاط اللي هو السوست ده، بيقعدوا بقى ينطوا. فطبعا بيقلبوا لي الدنيا وانا افضل ازعق. والله لا انا صوتي يا بنات والله بيروح منهم، والله بيروح بجد. الله يكون في عوني. انا عارفه ان انا يعني انا ليا الجنه اصلا، والله ليا الجنه. بصوا بقى بدات كده ان انا بصوا انا بقيت يعني يا دوبك كده بس خدت الملايه، انا ما غيرتهاش طبعا هي نضيفه وزي الفل، يا دوبك بس كده نفضتها وبدات ان انا ايه يعني حطيتها وظبطتها كده مكانها، ورجعت المخدات عادي خالص خالص، ما عملتش الذره، حاجه بسيطه جدا. قلت بقى بصوا الجو عندي حر جدا جدا جدا، حتى لو هولع التكييف برضو حر جدا جدا. فقلت لا بصوا انا هلم اللحافه دي
واحطها في الدولاب، ولو بردنا ولا حاجه بالليل مفيش مشكله هجيبها لهم. بس كده. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا شفتوا القاروره عندي في الريسبشن، وانا والله بنضف الديسبنسر. انا مش عارفه هو كان مسدود تقريبا ولا ايه، فحطيت كده اللي هو العصايه بتاعت الشيش طاووق، حطيتها كده. فبعد كده بقى ايه، بدات وانا بغسله بقى برمي فيه ميه عشان افضيها والكلام اللي انتوا عارفينه ده، لقيت الميه كلها بتنزل بتتسرب كده على الارض. فانا شكلي بوظت حاجه ولا ايه بصراحه، فمش عارفه. فقلت الحمد لله ان انا كنت لسه جايبه القاروره، فالحمد لله انا ما حطيتهاش، لان كل القاروره دي كانت هتقعد تتبهدل الدنيا. فقلت لا الحمد لله ما عملتش كده. وبصراحه وديتها اللي انا اشتريتها منه، يعني هو دايما بيعمل لها صيانه، فوديتها له ان هو يظبطها لي، بس لسه ما جابهاش. فانا متعذبه يا بنات، انا مش واخده بقى على اني املى ازايز واحط في التلاجة او اجيب ازايز واحط. بصوا انا ماليش في الازايز والكلام ده، لا خالص، هي الديسبنسر بالقاروره ونشرب وخلاص. فبجد اللي عنده الديسبنسر خلاص بينسى اصلا ان هو في حاجه اسمها ازاز تتحط في التلاجة. اكيد انتوا عارفين كده اللي عنده، صح يا بنات؟ صح. بصوا بقى، انا عماله اتكلم في مواضيع كتير جدا جدا، بس انتوا عارفين والله العظيم انا بحبكم جدا جدا، وبحب افضفض معاكم، وبحب اتكلم بتلقائيه من غير ما اجمل كلامي ولا احضر لاي حاجه خالص. انا اللي في قلبي على لساني، يعني انا كل حاجه بفتكرها او بتيجي على دماغي، يعني في دماغي بقولها لكم على طول من غير يعني مرتبها ولا اي حاجه. فانا بقى تلاقوني ايه، عماله اتكلم واجيب من الشرق والغرب والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. بصوا بقى نكمل الفيديو بتاعنا. بدات كده ان انا لميت السجاد برده ونفضته كده. بصوا السجاد ده كان مغسول على فكره، انا قلت لكم، بس انا ما كنتش مصوره معاكم المقطع بتاع السجاد، بس انا كنت لسه غسله، لاني من اكتر السجاد عندي اللي بيتبهدل هو بتاع غرفه الولاد. انا بتاع الريسبشن ما بيبهدلش خالص على فكره، وبجد بجد يعني انا بحافظ عليه. وناس كتير على فكره بعتت وقالت لي هبه انت محافظه على سجادك ازاي. عايزه اقول لكم يا بنات ان السجاد ده بقاله عندي حوالي بتاع 11 12 سنه، بس تشوفيه تقول عليه جديد. والله العظيم بجد دي فعلا حقيقه. انا بحب وما بجيبلهوش خالص الحافظات اللي هم كله دلوقتي بيحطها. انا عمري ما حطيت حافظه على سجاده، وعمري ما شلت سجاده وقلت لا انا مش هفرشها غير في الصيف في الشتاء والكلام ده خالص. انا ما بعرفش اعمل كده. سجادي على طول على الارض، بس بحافظ عليه. يعني بصوا مش هقولك ولادي ما بيدخلوش بالشوز بتاعهم والكلام ده، لا بيدخلوا، بس دايما بغسله، دايما بكنسه، دايما بنفضه. انت فاهمه انا بقصد ايه؟ بحافظ عليه، يعني دايما مهتميه بيه، مش بهمله، مش بسيبه مثلا فتره طويله جدا ما اغسلهوش لحد ما خلاص بقى يعني الجلخ كده يمسك فيه وتغسليه ما بينضفش. لا ما تبقيش كده ابدا. دايما خلي ايدك في شقتك، هتفضلي محافظه عليها وهتفضل كده بتبرق زيك. بجد والله العظيم النظافه حلوه يا بنات، النظافه دي نعمه من ربنا اصلا. يلا بقى ندخل على الفيديو ونكمل، عشان خلاص الفيديو اصلا طويل جدا، وانا عماله ارغي كتير 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 وقرب يخلص، وانا ما رغيتش تقريبا في الفيديو حاجه خالص، ما قلتش اصلا اي حاجه عن الفيديو. ما علينا. جبت الجردن بتاعي والشرشوبه برده، واخدت ايه الاوضه كمان بالمره كده معايا، وقلت احافظ عليها. ليه بقى؟ عشان ايه؟ تقعد معايا يومين 3 4 كده نضيفه، عشان ايدي فيها برضو باستمرار. يعني بدل ما اخليها بقى تتبهدل بهدله على بهدله واتعب فيها، لا خليها كده نضيفه، على الاقل حتى اقعد يومين 3 تكون نضيفه ان شاء الله معايا. بصوا بقى، بصوا بقى النظافه والجمال. بصوا يا بنات، يا اجمل لحظه بجد والله العظيم بتعيشيها لما بتخلصي كل اللي وراكي كده وتقعدي بقى في البيت كده بالراحه، تقعدي مع نفسك كده. انا بحب جدا جدا الموضوع ده، بحب ان انا اخلص شغل البيت. وبصوا انا اول ما بصحى يمكن من اكتر الحاجات اللي بعملها يعني، او بفكر اعملها اول ما اصحى، هو الغداء اخلص منه، عشان لو الولاد جاعوا ولا حاجه يبقى الاكل موجود. والشقه ابدا بقى ايه، ان انا ادخل حاجه ورا حاجه، حاجه ورا حاجه، لحد ما اخلص كل حاجه. وتلاقوني بقى في الاخر بقى خلاص فصلت بقى عن الدنيا كلها كده. اعمل لي بقى فنجان قهوه، كوبايه نسكافيه، اي حاجه من الحاجات اللي احنا عارفينها بنشربها دي، اي منبهات يعني من الاخر. وتلاقوني بقى قعدت بقى اتفرج على حاجه على اليوتيوب. انا عاشقه لليوتيوب على فكره. انا بصوا انا بقعد اصلا على التليفون مش قادره اقول لكم وقت قد ايه بجد والله يا بنات. بقعد فتره طويله جدا جدا لدرجه ان انا بصدع، يعني انا بيجي لي وقت فعلا بصدع برمي التليفون من ايدي. فبجد التليفون والحاجات دي هي ادمان بصراحه، بس في ناس بتستغلها صح وفي ناس بتستغلها غلط. انا بصوا يعني تقريبا بتفرج على كل حاجه بتفيدني، يعني انا مش بتفرج على اي حاجه وخلاص، لا خالص. بتفرج على قنوات حلوه جدا بتشجعني، وبحس كده ان انا نفسي ابقى زيها. انا مش هذكر اي اسماء عشان ممكن اذكر اسماء يقولوا لي انت، لا انا مش بذكر حد
حد، بس في ناس كتير جدا واكيد انتوا برضو متابعينهم وعارفينهم، ناس كتير جدا جدا بحبهم ويمكن على فكرة ليا صداقات على اليوتيوب مع ناس معينة وقنوات كبيرة جدا على فكرة اعرفهم، بس انا مش من النوع اللي ابدا ابدا يعني احاول ان انا اطلع على حساب حد. انا مش فيا الموضوع ده تماما. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا ما ينفعش ان انا اطلع على حساب اي قناه، عشان يوم ما اطلع واكبر مفيش حد يجي يقول لي انا اللي عملتك ده، انا اللي طلعتك ده، انا اللي كنت بحط. لا خالص، انا مش كده. ولما كنت بحط فيديوهات عند قنوات كبيره جدا جدا كان شغل، كنت بحط بفلوس على فكره، كنت بتصل وابعت المبلغ اللي هما بيطلبوه مني، وبياخدوا اللينك بتاع الفيديو وبينزلوه لي عادي خالص. واي اعلان برضو عملته في اي قناه كبيره كان بفلوس، يعني مفيش اي حد خالص 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 لا عندي اي حاجه. انتوا معايا؟ انا مش بقول الكلام ده عشان بقلل من حد، لا خالص، والله العظيم كلهم ناس محترمه، كلهم ناس يعني زي الفل بجد، وبجد شرف لي ان انا عرفتهم واتعاملت معاهم. بس الدنيا يا بنات انتوا عارفينها ماشيه ازاي، يعني ممكن في يوم من الايام واحنا بنشوف في اليوتيوب بيعملوا ايه ببعض، يعني انا اللي طلعتها ده، انا اللي عملتها ده، انا كنت بحط لها على المنتدى ده، انا كنت بعمل لها اعلان. انا الحمد لله رب العالمين ما فيش حد في يوم من الايام هيجي يقولها لي، لان انا اي حاجه عملتها بفلوسي، ما عملتهاش حدش عمل لي حاجه من غير ما ياخد المقابل. وده شغل، هو مش عيب، هو مش عيب، هي تعبت في قناتها ومن حقها ان هي ترفع لاي حد او تساعد اي حد بفلوس، حابه ان هي تساعد كده براحتها. بس انا ما كنتش حابه ان حد يعمل لي حاجه من غير مقابل. انتوا فاهميني انا عايزه اوصل لكم ايه، صح؟ اكيد فاهميني. فبجد الموضوع ده برضو يعني كنت حابه اتكلم فيه، عشان ان شاء الله ان شاء الله يوم كده ما قناتي تكبر احس ان انا تعبت واجتهدت وربنا يعني اداني. انتوا معايا؟ وبعد ربنا اللي هيكون ليهم الفضل عليا هما متابعيني اللي تابعوني من اول فيديو وحبوني وفضلوا ورايا وفي ظهري بكومنتاتهم ولايكاتهم وكلامهم الحلو اللي كان بيشجعني. هم دول فعلا اللي بجد بجد هحط جبالهم دول فوق راسي العمر كله، وهفضل بجد والله العظيم مديونة بيه لحد اخر يوم في عمري. انا بحبكم جدا جدا، ومش عارفه انتوا بتحبوني يا بنات؟ بجد بتحبوني كده؟ بتحسوا ان انا اختكم؟ بتحسوا ان انا بجد يعني مش عارفه، انا نفسي كده، نفسي اتكلم معاكم يعني وجه لوجه كده، يعني انتوا معايا مش من خلال شاشه، لا انا نفسي اشوفكم بجد، نفسي اشوفكم. على فكره انا هحط لكم اللينك بتاع الانستجرام بتاعي، لاني بجد بحب اتواصل معاكم جدا جدا. وعلى فكره في صداقات عندي، انا عملت صداقات كتير جدا من متابعيني حبايبي، وبيكلموني وبيسالوا عليا وببعت لهم وبيبعتوا لي وبرد عليهم، وبنقعد نتكلم مع بعض ونعمل يعني نقعد نرغي مع بعض بالوقت كتير جدا. فانا هسيب لكم برضو اللينك بتاعي لو حابه ان انت تتواصلي معايا، لو حابه ان انت كده تعملي لي فولو على الانستا، بجد هيكون شرف ليا طبعا. بصوا بقى، جيت هنا كده على المطبخ، انا ما اتكلمتش متهيألي على اي حاجه تخص المطبخ، صح؟ ماشي ندخل. هو اصلا الفيديو خلص والله، بس مش مشكله، هتكلم في اخر دقيقتين دول. بصوا بقى، دخلت كده على المطبخ وقلت بالمره بقى، كان عندي شويه مواعين صغيرين جدا، يا دوبك شويه كام كوبايه على كام طبق، وفي الاخر خلصت كده ولمعت الدنيا هنا كده وظبطتها. عايزه اقول لكم بالنسبه للراديو ده تحفه تحفه تحفه، حلو جدا، انا ما بطفوش خالص، الارسال بتاعه حلو جدا جدا يا بنات. كنت جايباه ب 250 جنيه عشان في ناس كتير جدا بتسالني عليه. هنا بقى خلاص كنت فصلت بجد بجد، كنت فصلت وكنت تعبت جدا. عملت بقى اللي هو الهوت شوكليت دوت، حلو جدا جدا من كابري يا بنات. انا بعمله باللبن عامه، بس بعد ما عملت اكتشفت ان انا ما عنديش لبن، يعني بعد ما جيت اعمله اكتشفت ان انا ما عنديش لبن، فالاول مره اعمله بالميه. هو مش وحش ومش حلو، يعني مش قد ما بعمله باللبن بيكون طعمه خرافه، لكن بالميه ما حسيتهوش او يعني ما استطعمتوش قوي، بس مش وحش يعني شغال يمشي عادي. بصوا بقى، خدتها كده هيلا بيلا ودخلت بقى على البلكونه، قلت بقى مع نفسي كده افصل شويه عن العالم ده كله، واقعد بقى في الركن بتاعي، الركن البعيد الهادي. بصوا النظافه يا بنات، بالله عليكم بقى، بالله عليكم ايه رايكم؟ عايزه بقى كومنتات كده ولايكات حلوه بقى يا بنات، خلينا نكبر كده بقى ونعدي. نفسي يا بنات اعمل حفله 100,000 سبسكرايب، يا خرابي ده انا هعمل لكم حفله ما حصلتش بجد والله العظيم، نفسي اعملها قوي. ادعوا لي بقى يا بنات ان ربنا يكرمني في قناتي واعملها. انا خلاص هانت يعني، كلها 80,000 بس سبسكرايب، هجيبهم بصباعي الصغير بجد يا بناتي. دعولي نفسي ربنا يكرمني ان شاء الله فعلا واعمل الحفله ديت. عايزاكم بقى تشوفوا المقطع الجاي دوت، اقول لكم باي باي.
يا بنات هو ده الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبك حطي لي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس. عايزه اقول لكم اني مبسوطه جدا جدا بالفيديوهات اللي عدت دي. الحمد لله رب العالمين القناه فعلا ابتدت تتشاف وابتدت تتعرف، بيجي عليها احلى كومنتات. ناس كتير بتدخلي بكومنتات حلوه، يا هبه انت بجد مظلومه، يا هبه قناتك حلوه لازم تتعرف ولازم تتشاف. والله العظيم عايزه اقول لكم ان مفيش حد بياخد اكتر من اللي ربنا قسمه له، والحمد لله انا راضيه ومبسوطه. وكفايه اصلا ان انتوا دخلتوا حياتي، ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي، انتوا امارات. وبجد متشكره جدا جدا على كل حد بيقول لي كلمه بتغير من نفسيتي وبتبسطني وبتفرحني. انا مش عارفه اقول لكم ايه، انتوا اخواتي، انتوا فعلا امارات. ربنا يخرب كده يجازي كل حد فيكم عن كل حاجه حلوه بيعملها عشاني خير. بحبكم جدا جدا. يلا بقى حطي لي لايك واشترك في القناه وفعلي الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.